وكونوا على يقين أن استجبنا من الآن لرغبتكم، ولو جئتم قبل هذا الوقت لاستجبنا لكم. نعم سيدي أعزك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. مولانا صاحب الجلالة والمهابة الملك الحسن الثاني المحفوف بالسبع المثاني، حفظكم الله ورعاكم وأطال عمركم وخلد في الصالحات ذكركم، وأبقاكم لهذا الوطن ركنه الركين وحصنه الحصين ورائده الموفق الأمين. مولاي، يتشرف خدام أعتابكم الشريفة الأوفياء رعايا جلالتكم المنيفة أعضاء المجلس الاستشاري الخاص بشؤون الصحراء لدى جلالتكم وأهالي المحتفظ بهم من الأقاليم الجنوبية من مملكتكم السعيدة، بعد تقديم ما يليق بالمقام العالي بالله من فروض الطاعة والولاء، أن يتقدموا أمام المقام الشريف أسماه الله وأعزه، وهم في نشوة الفرحة والحبور الذي غمرتموهم به إثر الزيارة الملكية الميمونة لجنوب مملكتكم السعيدة، والتي جدد فيها أهل المنطقة ولاءهم وإخلاصهم للسدة العالية بالله، متشرفين بالحظوة التي نالوها باستقبال جنابكم الشريف لهم بمدينة قلميم باب الصحراء، ملتمسين الإذن المولوي الكريم بأن يتشفعوا لسيدنا دام علاه بشأن فئة من أبنائهم ممن جرفتهم غواية الدعاية الزائفة، فانزلقوا وتردوا في هواية الضلال وانحرفوا عن جادة السبيل، والذين ضبطوا في مناطق العمليات الأمنية والعسكرية بسبب تواطؤهم مع المورر بهم أعداء الوحدة الترابية للمملكة، بأن يشملهم مولانا الإمام أيده الله بسابغ عطفه الأبوي وينعم عليهم بعفوه السني السامي. مولانا صاحب الجلالة، إن رعاياكم وخدامكم إذ يقفون اليوم لدى أعتابكم الشريفة لا يعلمون حق العلم وصادق اليقين أنهم بباب أبي المغاربة جميعا لا فرق لديه بين قاصيهم ودانيهم، ورقابهم كلها مكللة بتاج البيعة للعرش العلوي المجيد، أسوة بما خلا في سالف العهد بين أسلافكم الغر المبجلين وبين أجدادهم، ملتمسين ندى أياديكم البيضاء الذي غمرتموهم به دائما وأغدقتموه عليهم دون ما حساب. ولقد عودتنا جلالتكم يا مولاي على ثاقب النظر وصدق الحدث وسداد الرأي وبعد الرؤيا، وأثبتت الأيام ذلك مرارا وتكرارا حتى أخرس الحق لسان الأعادي، مصرحين ومعلنين غير ما مرة بأن الوطن غفور رحيم، وفتحتم باب التوبة على مصراعيه والتزمتم بذلك علنا، فبلغ النداء الكريم مبلغه فخالط شغاف القلوب، فانتبه العديد من الغاوين من غفلتهم وارعوا وتذكروا وعادوا إلى جادة الصواب، فقصدوا وطنهم حيث وجدوا وعد جلالتكم لهم حقا وعهدكم لهم صدقا. إننا نلتمس من السدة العالية بالله أن يتفضل فيأذن لنا أصالة عن أنفسنا ونيابة عن كافة أبناء المناطق الجنوبية للمملكة الشريفة أن نقتدي ونتأسى بقول جدكم المصطفى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لما دخل مكة المكرمة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ونقول لجلالتكم: إنكم أب كريم وابن أب كريم وابن جد كريم، وإنكم يا مولاي لوارثين لهذه المكارم والخصال.
مولاي صاحب الجلالة، إننا نعاهد الله ونعاهدكم على تمسك جميع رعاياكم في الأقاليم الجنوبية لا مشروط ببيعتكم هذه البيعة التي ورثناها عن آبائنا وسيرثها عنا أبناؤنا، وتعلقنا بأهداب عرشكم المنيف. ونحن مغاربة أبا عن جد، والصحراء كانت مغربية دائما وستظل مغربية أبدا، ونحن وراء جلالتكم وطوع إشارتكم وأمركم في كل ما ترتؤونه وتأمرون به، وسنبقى لهذا العهد مخلصين أوفياء، والله على ما نقول وكيل. حفظ الله مولانا الإمام وأمد في عمره وكلأه بعينه التي لا تنام، وجعل التوفيق والسداد رفيقه في الحل والترحال، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وأقر عينه وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملك الأمير سيدي محمد، وصنوه السعيد صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد، والأميرات الكريمات، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وأعانه ووفقه وأرشده وهداه لما يحبه ويرضاه. والسلام على المقام العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد كلمة الشيخ ماء العينين لرباس عضو المجلس الاستشاري الملكي الخاص بالشؤون الصحراوية ورئيس المجلس العلمي الإقليمي بالعيون، ألقى صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله الكلمة السامية التالية: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السادة، يقول الشاعر: وقسى ليزدجر ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحم. هذوك الناس اللي جيتوا تشفعوا فيهم هما قبل ما يكونوا من ذويكم وأهليكم هما قبل كل شيء أبنائنا. وفي بعض الأحيان التربية أو التأديب هي علامات المحبة، وكنا تنعتبرهم على أنهم ناس خارجين من العائلة والأسرة الكبيرة متاعنا، كون خديناهم في السيارة ووصلناهم لبعض الحدود، ولكن اعتبرنا أنهم ديالنا ومتاعنا. ولكن كما قلت لعب بهم الغرور كما لعب الغرور بآخرين، وكونوا على يقين أن استجبنا من الآن لرغبتكم، ولو جئتم قبل هذا الوقت لاستجبنا لكم. تعرفوني ما يمكن ليش ردكم في حاجة، بالأخص أنتم أبناء الأقاليم الصحراوية، لأن المدة اللي بقينا مفروقين بكم عليكم مدة فوق 50 سنة، هذيك المدة ما جاتش ما كبرت في القلوب لا من جهتكم ولا من جهتنا إلى أغصان المحبة، وثبتات كذلك في القلوب والمشاعر أحبال نتاع التعلق المتبادل. لي اليقين على أن حتى إخوانهم اللي مغرورين هما في الخارج لا زالت الأبواب مفتوحة لهم، لأنه ما تتصورش لي في بالي أن الإنسان يشوف الضوء والنور ويشوف الظلام ويختار الظلام. في الغالب هاد الناس هادو اللي في الخارج محتجزين، ولأنهم ما عندهمش حرية التصرف، ولو كانت عندهم حرية التحرك وحرية السفر والتنقل لكانوا من الأولين اللي التحقوا ببلدهم. ومع ذلك فنحن لا نيأس لأن قبل كل شيء اليقين أن الخلايا متاعهم والسلالات متاعهم اللي هم مكونين منها اللحم متاعهم ودمهم، كيفما كان كما تيقولوا عنا في المثل تتعرفوه العامي: الدم تيغير، لا بدا واحد النهار داك الدم غادي يغير وتجي الغيره وغادي يلتحقوا. فلهذا انا كما قلت لكم كلشي ردكم في اي شيء، وكون جيتوا قبل هذا اليوم كون قلت لكم نعم. وانا معتمد عليكم باش هذوك السادات ما يرجعوا لمحلاتهم، باش انتم ضامنينهم على انه غادي يبقوا مستقيمين ويعرفوا الطريق الجاده. وهذه شي مشينا فينا احنا العلويين منذ ان اعتلينا خدمه لهذه البلاد عرش اسلافنا واجدادنا، مقتدين في ذلك بجدنا صلى الله عليه وسلم الذي كان يرحم ويقسو، ولكن يرحم دائما
لأن قبل كل شيء الله لا يريد تعذيب المذنب، إنما يريد توبته ورجوعه إلى الطريق. فسيروا على بركة الله وعرفوا، قولوا لخوتكم كلهم، لا اللي في المجلس الاستشاري ولا غيرهم، إن مكانتكم في قلبنا راه هي مكانة خاصة، راه باقي ما تتعرفوش شنو مكانتكم عندنا. قولوها لهم، ونطلب لكم ربي التوفيق ولولادكم ولولاد ولادكم، وخليكم مستورين وسعداء ودائما مرفوعين الراس، ودائما متمتعين بهذا الحدث اللي قلت لكم، بهذا العطف الخاص اللي بيننا وبينكم. والسلام عليكم ورحمة الله.